الصيف قرب. الصيف قرب والعطور الصيفية توقع طارئة. صرنا من أجواء باردة شتوية إلى أجواء معتدلة والداخلين في الأجواء الصيفية الحارة. طبعا ما تحلى أجواء الصيف إلا بالعطور اللي تلائم هذه الأجواء الصيفية. قررت إني أبدأ الصيف وأخص هذا الصيف بعطر، بس جربته يعني رشولي من هذا العطر في مول عمان، أحد المولات عندنا في عمان. ابدا ما قاومت هذا العطر، اشتريته. قد يكون هذا العطر بالنسبه لي وبالنسبه للكثير عطر بسيط، مكوناته بسيطه، يشبه بعض العطور بنسبه ما، ولكن عطر لا يقاوم من العطور اللي اعتبرها جالبه للسعاده. فعليا في عطور ترى جالبه للسعاده، لما تشم تحس بالاسترخاء، تحس بالمتعه، تحس انه حواسك مو بس حاسه الشم، كل الحواس مستمتعه ومسترخيه وفي اجمل الاوضاع والحالات. عطرنا لليوم، أنا هذا العطر اقتنيته في بدايات الشتاء ونسيته فعليا في الكبت، لأنه حسيت لازم أشتريه. صرت مشتري هذا العطر، حسيت إنه لا، هذا عطر صيفي. عطر سواف من الشركة الإماراتية لوتاه. أنا أعشق الإمارات في كل التفاصيل، خاصة في العطور والطيب. لما يقدمون لنا الطيب فعليا هم أهل الطيب. عطر سواف يكون بهذا الشكل طويل العمر. أعجز وأنا أقولكم هذا العطر يا ناس حبيته. كنت راش من ساعة على إيدي، شوف الحين. الله الله على التناغم وانسجام المكونات. هذا العطر يتكون من 3 مكونات أساسية ومكتوبة بشكل رسمي في موقع الماركة. خشب الصندل، زهرة الجردينيا، المندرين. طبعا المندرين في الافتتاحية واضح. طبعا المندرين من عائلة البرتقال اللي في بعض الأماكن يسموه يوسفي، استفندي وإلى آخره. حمضي فروتي. خشب الصندل كلنا نعرف خامة خشب الصندل اللي يعتبر أغلى خشب، حتى أغلى من العود بمراحل. وكذلك زهرة الجردينيا من الزهور اللي جدا فاخرة وتستخدم بشكل رسمي في عطور القصور، عطور الملكات، عطور الأمراء، وبشكل خاص الملكات، لأن الزهرة بروحها لما تكون في عطر كذا واضحة تعطيك على طابع نسائي كلاسيك. فهالثلاث مكونات لما توظفت في هذا العطر بهذا الشكل، البالانس بين الأخشاب، بين الزهور، بين الحمضيات، أبدا شيء مو عادي. فعليا العطر بس تستنشق المكان اللي انت باخ فيه العطر بتستمتع وبتحس انه يا سلام، اريد اكثر واكثر، يعني ارش من هذا العطر. طبعا العطر من ماركة لوتاه الإماراتية، من أجمل الماركات اللي أعتبر هذه الماركة أنا شخصيا مظلومة، لأنه عندهم عطور جدا جميلة، سواء البخاخة أو الأدهان أو حتى البخور والمعمول اللي عندهم جدا رائعة. أسعارهم جدا حلوة. هذا العطر أنا ماخذه من عمان ب32 ريال عماني، يعني 320 درهم إماراتي. جدا ممتاز السعر. انتم تعرفوا بهذا الوقت صارت العطور كلها بأسعار وأرقام فلكية، وغالبا تكون هذه العطور بأداء عادي. هذا العطر كعادة عطور لوتاه أو أغلب عطور لوتاه جدا ثابتة، جدا جدا فواحة. يعني هذا العطر بس نروح المول أنا وأصحابي، بس نمر صوب كشك لوتاه، أقول لهم جربوا هذا العطر، جربوا العطر. أغلبهم يشتروه ما يقاوموا. ليش؟ لأنه بس تتعطر من هذا العطر تستمتع فيه وأنت جالس، بتحس إنه الريحة دار مدارك، بتشم نفسك العطر وبتستمتع فيه. وهذا اللي يخليك تقرر تشتري، مثل ما أنا اشتريته من بداية شهر 11 أو منتصف شهر 11، وكنت عارف إني ما بستخدمه، كنا في الشتاء وبدايات الشتاء، بس حسيت إنه لا، لازم أخذه. فهذا واحد من العطور اللي جدا ممتع انك انت ترشمه، كذلك الناس اللي حولك بيستمتعوا فيه. والحلو فيه انه عطر يناسب اغلب الاوقات، اذا مو كل الاوقات. دوام، بحر، رحايل، زيارات اهليه، رايح تصلي، رايح تلتقي باصحابك اخوانك، الاوقات كلها. عطر جدا 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 مرن وسلس للاوقات واغلب الاوقات. يناسب اغلب اوقاتنا. انا بالنسبه لي عندنا بالخليج حتى بالشتاء
بالفترات النهارية دائما يكون الجو من حار إلى معتدل وفي شمس. يعني نحن مثلا مو نفس أوروبا، مو مثل الدول الباردة اللي الشتاء. لا، أحس إن إحنا لا، أجواء الشتاء معتدلة، مو الباردة إلا الليالي الشتوية. وحتى مو كل الشتاء، يعني نشوف فترات معينة في الشتاء ما الأسبوعين 3 تكون الحرارة منخفضة وباردة جدا، وبالليل بشكل خاص حتى مو في النهار. فأحس إنه نحن في أغلب فصولنا وبالفترات النهارية يفضل استخدام العطور الخفيفة، العطور الصيفية. السواف واحد من أجمل العطور اللي بأمانة أنصح فيها. مثل ما خبرتكم سعر جدا ممتاز، كذلك أداء رائع، مش رائع، ممتاز. الأداء ممتاز، وأتوقع أنه أغلبنا نحن نميل دائما للعطور اللي بأداء قوي وجبار. فهذا العطر احتوى على أهم المكونات اللي أنا أحبها مثل ما خبرتكم، وأنا أساسا من عشاق خشب الصندل. خشب الصندل واحد، أنا حتشوفوا هذا أستخدم الصندل البيور. هذا الصندل البيور، يعني أنا من عشاق الصندل. كذلك يعزز التركيب العطري ويخليها ذات ثبات أقوى وأداء أفضل وعمق. دائما الأخشاب تعطي العطور عمق. زهرة الجردينة تعطيك اللمحة الكلاسيكية الفخمة، على المندرين تعطيك تاتش الحمضيات. يا حب للحمضيات في العطور، خاصة إذا كانت محبوكة بشكل صح. صرت أعشق الروايح الحمضية، واكتشفت مؤخرا إنه أفضل البراندات اللي تقدم لنا العطور الحمضية هي الإيطالية. اكتشفت إنه الإيطاليين لعبتهم العطور الحمضية. يعني عندكم أغلب الماركات الإيطالية تفوز كأفضل عطور حمضية بالنسبة لي، عطور صيفية. يمكن لأنه إيطاليا ودول البحر الأبيض الحمضيات اللي هناك هي الأشهر في عالم العطور الصيفية، فمو غريب عليهم هذه المكونات. فأتوقع أني أنا هذا الشتاء مبدئيا بيكون هذا العطر هو عطر الشتاء، عفوا صيف 2023. وقلت لكم هذا العطر والله فعليا بس أبخ منه أحس كذا، يعني يعزز من سعادتي ومتعتي. لا تقول السالم يبالغ، خلوا ما لي أي فائدة وعيدة من المبالغة، ولكن فعليا العطور لها نسبة معينة في تحسين المود، في يعني إدخالك بمود معين. يعني أحيانا أحس بأوقات معينة أريد أستخدم هذا العطور، بأوقات معينة لا هذه العطور. فهذا العطر أحس إنه بيكون من العطور اللي أكررها. أنا من 2012 بديت أستخدم عطر، وبين الفترة والأخرى أرجع أستخدم هذا العطر، علما بإني من محبين وهواة العطور ومن مقتني العطور من كنت صغير وفي عمر صغير. بس هذاك العطر أتوقع هذا العطر بيكون نفس العطر اللي أكلمكم عنه اللي من 2012 أستخدمه، وإلى الحين بين فترة وأخرى أشتريه. عطر ألور سبورت إكستريم. أعجز وأنا أقول لكم هالعطر مو عادي. فهذاك العطر كذلك بحط لكم الصورة، جربوه وضروري تقتنوه، أو يعني تمر عليه هذا العطر سواء كان تجربة أو اقتناء، لأنه فعليا من أجمل العطور. هذاك أكثر أعمق، يعني أعمق من السواف، يعني مو بس صيفي، يناسب كل الأوقات. فعليا عطر جوكري تشتريه بتحس إنه أي وقت تقدر تستخدم هذا العطر، حتى في المناسبات. عطر مو عادي، تعرف السهل الممتنع. يعني أنت لما تشم عطر بسيط، فريشنس، سترسي، وودي، تركيبة جدا 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 مميزة وخطيرة. فأنا كذلك أنصحكم بجانب هذا العطر اللي هو حديثنا عنه كان بشكل خاص، تشتروا هذا العطر أو تجربوه، لأنه من أجمل العطور اللي مرت علي على الإطلاق. وكذلك يصنف من أكثر العطور مبيعا، العطور الرجالي مبيعا حول العالم. شوفوا هذا الفيديو عاهدت نفسي فيه، وفي كل الفيديوهات اللي أتكلم فيها عن العطور أو أغلب الفيديوهات إنه يكون ون شوت، أبدأ تصوير ما أقطع لين النهاية، حتى لو أخطأت بكلمة بحرف معين بمعلومة أو بسرد بعض التفاصيل ما أعيد، لأنه هذه السوالف مو لازم تكون مثل نشرة الأخبار يعني مونتاج والكلام صح وبصوت معين. لا، نحن نسولف وندردش، اعتبروا كأنه بث أو لا. بكلمكم بشكل كثير بسيط وسريع عن عطر كان عطر هالشتاء والشتاء الماضي قبل الماضي وقبل الماضي وقبل الماضي، بداية من شتاء 2018 لشتاء العام 2023. عطر من براند عماني
هذا البراند يقدم لنا عطور جدا لكجري وفخمة ومميزة وبطابع أبدا ما يشبه أي عطر من ماركة ثانية، إلا بعض العطور اللي نزلت مؤخرا صارت تشبه بعض العطور للأمانة، وهي عندي حاليا بس ما أصور لكم إياها. نكتفي بهذا العطر اللي هو عطر كلشتا، وعطر السؤال والمديح، عطر النهضة من ريدان العمانية، شركة ريدان. جوجلت عطر النهضة، لأنه بعض الناس تسأل ترى أي معلومة اكتبها في جوجل ما يقصر معك جوجل. هذا شكله حاليا هو سولد اوت في محلاتهم في عمان. هذا العطر الله يسلمكم يتكون من مكونات ولكن أبرزها والمكتوبة اللبان والعنبر. عطر مو عادي، بس ينصح بتجربة العطر قبل التفكير باقتناء هذا العطر، لأنه من العطور اللي قد يحبها البعض والبعض الآخر لا، مو من العطور الآمنة والعطور البسيطة والسهلة، لا هذا عطر الناس معينة. ثبات وفوحان إجرام، كأنه عندك قنبلة هيروشيما. هذا البخة أنت كأنك فعليا أطلقت قنبلة نووية، وعاد أنت ما عليك إلا أنك تتخيل الأصداء اللي بتسبب هذا القنبلة. عطر مو عادي، لونج لاستنج بشكل جدا خرافي. حتى الجوز العطري أتمنى بس إنه يبين، تشوفوا صاير كذا الجوز بني، تحسه كذا ريتش غني ثقيل. واغلب عطور ريدان تتميز بهذا النقطة، ثبات وفوحان جدا عالي. انا احب عطورهم، عطور كثير احبها من ريدان، بس حاليا ما زال هذا في الصدارة. بكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله اكون وفقت في سرد المعلومات وايصال التفاصيل بهالعطرين، بجانب العطر الور سبورت اللي ينصح به دون تفكير او تردد. تحياتي لكم وأتمنى لكم صيف جميل. الصيف خلاص كذا خالي عن طقوس الكورونا اللي كانت قاتلة جمالية الصيف. انطلقوا وعيشوا وسافروا وتحرروا. يعطيكم العافية والله يحفظكم وين ما كنتم.